الدستوري في معهد العالمين للدراسات العليا في النجف الأشرف، فليتفضل بمناقشة الطالبة عن أطروحتها مشكورا. بمنحنا شرف العضوية لهذه اللجنة العلمية الموقرة لمناقشة أطروحة الدكتوراه المرسومة الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا وبناء القاعدة الدستورية دراسة مقارنة للباحثة الكريمة هبة فاضل ديدان. وإنني سعيد جدا باللقاء مع أساتذة الأفاضل أعضاء هذه اللجنة الموقرة، وأتشرف بوجودي إلى جانبهم على هذه المنصة العلمية. إن هذه الأطروحة تتضمن كثير من النقاط والجوانب الإيجابية، منها أولاً أن دستور وثيقة أساسية وعليا في الدولة لا يمكنه الدخول في تفاصيل وتنظيم كافة المسائل، وإنما يضع الخطوط العريضة ويترك الباقي تنظيمها من قبل السلطة التشريعية. وإن مدى التزام أو قيام السلطة التشريعية بتنظيم هذه المسائل المحال إليها بقوانين عادية من عدمه له تأثير كبير على تأثير تلك المسائل على أرض الواقع. ونحن في العراق نعاني من هذه المسألة، الأمر الذي يؤثر سلبا على انعكاس الأحكام والمبادئ الدستورية في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع العراقي. فمن هنا تبرز أهمية هذه الأطروحة التي تتناول الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا وبناء القاعدة الدستورية، فهو عنوان دقيق ضمن مواضيع دراسات القانون الدستوري، وموضوعا رصينا وحيويا في نفس الوقت، ويدخل في صميم المواضيع المهمة للقانون الدستوري والقضاء الدستوري المقارن، كون العنوان يرتبط مباشرة بدور المحكمة الاتحادية العليا ليس فقط كحالة للدستور بل كمطور له عبر آلية التفسير، إذ نجد في عنوان بين التفسير والبناء، حيث القيمة المضافة الحقيقية للعنوان تكمن في الشق الثاني وهو بناء القاعدة الدستورية. فهكذا نجد أن العنوان يتسم بالعمق الفلسفي والقانوني، ويبتعد عن التكرار السطحي للوظائف التقليدية للمحاكم الدستورية، ويركز على الدور الإنشائي للقاضي الدستوري. ونظرا لحداثة الموضوع نستطيع القول بأن الباحثة قد دخلت مجالا صعبا ومهما من حقول مواضيع القانون الدستوري. عليه نهنئها على جهودها المبذولة، وكذلك نهنئ رسالة المشرف الذي حتما نقوم إليه بفضل في اختيار هذا الموضوع للدراسة وبصمته واضحة على الأطروحة من خلال توجيهاته القيمة للباحثة. ثانيا، قامت الباحثة بدراسة موضوع أطروحتها من خلال خطة علمية محكمة، بحيث من خلالها تناولت مفردات الموضوع بشكل منطقي، إذ وجدنا من ثنايا الأطروحة ربطا موضوعيا ومتسلسلا للمواضيع المطروحة فيها. كما تم تقسيم الدراسة على 3 فصول بتوازن نسبيا مع معقولية حجم الأطروحة ومساحتها التي لم تتجاوز 200 صفحة. ثالثا، أخذت الباحثة القضاء الدستوري الكويتي كنموذج للمقارنة، فهو شيء جيد ويحبذ لو أخذت الدولة الاتحادية أجنبية أو الإمارات العربية المتحدة كنموذج آخر للمقارنة بدلا من القضاء الدستوري المصري. رابعا، عززت الباحثة معظم مواضيع الأطروحة مطروحة في دراستها بآراء ومواقف فقهية وعلمية، وكذلك بآراء وقرارات القضاء الدستوري، رغم بعض الملاحظات لدينا على قرارات واردة بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا. خامسا، اعتمدت الدراسة على مصادر علمية كثيرة ومتنوعة، وسواء ودقيق أهمية الموضوع والمشكلة التي يحاول أن يبحث عنها في مضمون أطروحتها العلمية، وهذه مسألة مهمة توافرها وتوضيحها في بحث العلمي، أمر الذي يجعل أن يكون آفاق وتصورات ومحاور بحث واضحة عندما يبدأ الباحث بدراسة موضوعية، بحيث يركز
الإسلامي على تلك المحاور والآفاق ويدور مع المشكلة التي يبحث دراستها وإيجاد الحلول العلمية لمعالجتها. سابعا، كان الباحث في كثير من مواقع الأطروحة لم يكتفي فقط بعرض موقف الأمة السورية محل المقارنة، بل قام بإجراء مقارنة فيما بينهم من حيث إبراز النقاط الإيجابية والسلبية في كل منهما، مع بيان ما يجب على النموذج العراقي أن يهتدي بها. ثامنا، لاحظنا حضور شخصية الباحث في كثير من مواقع الدراسة، وقدم لنا العديد من التعاريف للمصطلحات التي تناولتها في الدراسة، رغم أن هناك قلة من هذه التعاريف يحتاج إلى إعادة النظر فيها، وقد أشرنا إلى ذلك في مواقع من الأطروحة. تاسعا، خلو الأطروحة من الأخطاء اللغوية والرفاهية إلى نادرة، ولكن هذه الأطروحة ككل عمل إسلامي تحمل في ثنائها بعض الملاحظات أيضا. من هذه الملاحظات أن مقدمات المباحث والمقاصد لا يحتاج إلى تلك التفصيل وتعزيز المصادر، وإنما هي تمهيد للدخول في موضوع ويعتمد صياغته بصورة موجزة معتمدة على أفكار الباحث. ثانيا، لاحظنا أن ذكره لدستور جمهورية العراق سنة 2005 يذكر معه كلمة نافذ، والأصح أن يذكر اسم دستور جمهورية العراق سنة 2005 دون نافذ. ثالثا، وكان على الباحث في عرضها لقرارات المحكمة الاتحادية العليا أن تشير في الهامش إلى رقم القرار وتاريخه والمصدر الذي أخذ منه، ويفضل أخذ الموقع الإلكتروني من المحكمة أو من المجلدات المنشورة فيها قرارات المحكمة. رابعا، عند ذكرها لكلمة فريق من الفقهاء أو اتجاه فقهي، فالأحسن أن تشير إلى هؤلاء الفقهاء ومصادرهم، وليس على تلك الفرق والاتجاه باعتماد على مصدر واحد أو حتى دون اعتماد على مصدر. في ثنايا البحث عن مؤشرة هاي المواقع. خامسا، عند تناولها حالات الغموض التسويقي والاسفاري لم يوضح تلك الحالات بالامثله العمليه من نصوص الدساتير محل المقارنه والربط لوجود تلك النماذج في دستور العراقي ودساتير المقارنه. واخيرا، نؤكد بان هذه الملاحظات العامه والخاصه التي سوف نطرحها على الباحثه لا تقلل شيئا من قيمه الأطروحة ومكانتها العلمية، ونفهم جهود الباحث المرشح لنيل الدكتوراه والأستاذ المشرف كبيرا لإنجاز هذا المجهود العلمي والذي بلا شك نحتاج إليه في منطقتنا. بالنسبة للمقدمة، مقدمة جيدة، بس يعني حقق دراسة جيدة في متخصصين حقق للدراسات السابقة مفروض. تذكرين دراسات السابقة صفحة 16 و 17 بأخير صفحة أنت هاي التقسيم اللي تناوليها رأسا معرفة من النص كما موجود كما موجود من نصر الانتباه، لازم يخبر انت تقولي مو يعني شوفي حيث سيتناول القسم بالتفصيل طبيعه هذه الوسائل ودورها في خدمه هذا النص الدستوري وضمان تأمينه. المصدر دكتور علي فهمي، انت توزعين، انت توزعين، سوف نوزع تلك الشيء ما يحتاج الى مصدر. صفحه 17 انا سامعها. صفحة 25 الطريقة الأولى تتكلمين عن المادة 44 ثانية من دستور الجمهورية العراقية، وكل كلام عن دستور العراقي، لكن المصدر عبد الحي الحجازي صادر سنة 66 غلط هذا المصدر بالتقييم. في صفحة 29 نهاية الصفحة
وتزداد هذه المحدودية بالنسبة للدستور العراقي وضوحا في شأن دستور جمهورية العراق لعدم نشر أعمال التحضيرية والطغيان الطابع السياسي. وأعمال التحضيرية منشور في 4 مجلدات سنة 2018 صفحة 53. تحشين هذه الاختصاصات الاتحادية كأنه هي اختصاصات اختصاصات موجب قانون أحكام التشريع في مصدر رئيس الجمهورية. نعطي اختصاص المحكمة الاتحادية العليا اللي عنده اعتبارات ما طالع اسمه القائمة مع المرشحين اللي يعترض لا كذلك قانون الإعلام. فهي مسألة يعني هاي المسألة الاختصاصات المضافة من صحيح الدستور تحدد الاختصاصات، هل في مجال اللي بنزيد اختصاصات أخرى بالمحكمة؟ هاي في مجال. والجوهر تخلص المادة 31 من الدستور، المادة 130 من الدستور. قبل بعد صدور الدستور وقبل تعديلها وبعد صدور دستور قانون العدالة أو قانون لاحق، يعني ما يحتاج ندخل بهاي شو اسمه خلاف الفقهي وكل الاعتماد على مصدر واحد، ما يحتاج لأن دستور قانون العدالة وقانون لاحق المحكمة يعني كانت تمارس تفسير وفقا للدستور صحيح ولا يحتمل مجالا للشك او للتأويلات المختلفة. وماذا مصدر هذا الخلاف الفقهي؟ في صفحة 57 تقولين فرق ثاني ومن وجه نظرنا نرى أن تكليف اختصاص تفسير المحكمة الاتحادية تم بموجب تعديل سنة 21 لكن أصلا موجب الدستور وجه النظر فيه. يعني ما أقرأ أنت تتكلمين على إقبال التشريع، لكن هاي الجايبة في صفحة 88 بالنسبة للقضاء الدستوري المصري هي النموذج للإقبال الجزئي وليس للإقبال الكلي، فأنا من نجيب قرارات حتى نعزز به الموضوع المفروض أن نستجمع القرار مع موضوع الذي يختاره، وهي كثير من المجالات. قرار صفحة 89 قرار مع المحكمة الدستورية البيتية، هذا القرار لا يتضمن شيئا حول إطلاق شيء، لا يتضمن أي شيء حول إقبال تشريع هذا القرار. ثم أنت تتكلمين في الهامش هامش رقم 1 على أساس لائحة داخلية لمجلس الأمة تتمتع بالصفة الدستورية وفق قرار المحكمة رقم 96. وفق أي أساس المحكمة قررت عليه؟ كيف تكون اللائحة بمرتبة القواعد الدستورية؟ أكو قرار آخر للمحكمة الجايبة على أساس مرضية محكمة مرضية مادة مواد اللائحة، فإذا كانت المرتبة الدستورية كيف تتمكن المحكمة من إلغاء هذا المادة؟
التسليم تذكرني بأنه أنا بصدور قانون مجلس الاتحاد في فقرة الثالثة يعد مثالا للإنفاذ التشريعي. عدم صدور مجلس الاتحاد لا يعتبر، عدم صدور قانون مجلس الاتحاد يعتبر امتناع تشريعي، لأنه المشرع الدستوري ألزم المشرع العادي بإصدار قانون خلافه. وجه آخر فقرة. وفي هذا السياق أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا مهما تصدت فيه لتفسير نص دستوري. هذا النص يتعلق بحق مجالس المحافظات في إصدار التشريعات. انت جايب القرار رقم مو 31 13 اتحادية 2007 في 31/7/2007. قبل هذا القرار كان قرار آخر. قبل هذا القرار صادر في 16/7/2007 قرار موجود على ذلك. يعني هذا القرار يمنع مجالس المحافظة، يمنع مجالس، لكن القرار اللي انت ذاكره عدل عن قرار السابق عن هذا المبدأ. يقول مجالس المحافظات لها الحق بسن التشريعات فيما يخص رجال الشؤون المالية والإدارية. يعني 3 قرارات 4 قرارات حول شؤون مجالس هذا المجالس، وأنا ذاكر القرارات الأخيرة. هذا تستفادين في موضوع الحدود، تستفادين منها في موضوع الحدود. القرارات اللي جايبها استنشق في الحدود، يعني لا قرارات لا مبادئ الاتحاد العام. يعني 3 قرارات صادر سنة 2007 مع مجالس المحافظات، صادر سنة 2008. يعني المشرع لم يكتب إخفاء التشريعية الجزئية، لم يكتب إخفاء أو امتناع التشريعية، لكن خلال تفصيل مجلس الوزراء تعرف شنو هي موقف مجالس المحافظة بالنسبة للسلطة بالنسبة للتشريع. فاستفسرت عدة مرات من الاتحادية عن 4 قرارات صفقة تسليم جايب قرار المحكمة الاتحادية 10 اتحادية 2009 على أساس يتضمن إعازة إلى لجنة التعديلات الدستورية لتدارك أمر الكفالة التشريعية. لكن هذا القرار لم يتضمن أي إعازة إلى مشرع الدستوري بتدارك هذا النقص. كل ما أورد بهذا الخصوص نصا هو قرار عازل. في هذا القرار هو الآتي: ونجد تجد المحكمة أن الدستور العراقي لم يمول النص ويعالج كيفية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب أو نائبيه خلال مدة الدورة الانتخابية إذا ما خلا. يعني تدارك القرار، تدارك الكفالة التشريعية الجزئية، لكن لم يتضمن أي إعادة السلطة التشريعية هذا الكفالة التشريعية. سنة 2007 قرار سنة 2007. لكن قرار آخر هذا الأغلبية إذا فرق به عدد أعضائه بشكل إذا يجي بالدستور يمكن عدد أعضائه مشكلة. لكن التفسير الأخير سنة 2019 قرار رقم 90 قد عدلت المحكمة عن هذا نصف العدد التقليدي للأعضاء بعد هذا النظام. طبعا جماعة قسم
سحبوا ثقة من الوزراء بس ثقة منهم بالاستناد إلى تفسير بالتفسير الأخير لازم أكثر من نصف عدد الأعضاء 166 الله يوافق حتى، لكن جماعة الصحوة كمان حوالي 150 صوت. وهذا القرار في تشكيل أجوبة. صادر سنة 2022 وموجود رقم صفحة 114 رابعا جاي وقت هذا الخبر كاتب تاريخ خطأ، رقم تاريخ الخطأ مو 2003 ما عندنا في هذا الموضوع اسحاب استقامة الإنسان شغلها وأدانة. رئيس الجمهورية في 3 حالات. هذا اللي يتحدث من عندنا محكمة المفروض يعني النتيجة يحزن تلقائيا. يعني هو هذا لا يمكن أن نتناقش معه رأيه وما ثبت التغيير واحد في هذا الميدان فقط. أكاديمية التعارض بين النصوص الدستورية بس ماكو جو بزمة مثال للتعارض مناقشة لحل هذا التعارض كيف معالجة هذا التعارض. استنتاج رقم 13 مقرر في 8 أو 9 بالنسبة للتوصيات كل الإنشائية توصيات يجب أن تكون دقيقة. خلي 3 4 2 توصيتين تكون دستورية دقيقة محددة، تنظيم توصية للشرع الدستوري والشرع العادي وليس بهذا الشكل اللي موجود. يعني جاية توصيات بشكل عام، مثلا توصية رقم 8 نوصي بإدراج نص صريح في النظام الداخلي لتنظيم مسألة العجول القضائي. وعجول القضائي ما يحتاج من اختصاص المحكمة مع خط المحكمة أن تعلن عن ضبط الإسلام بتغيير القرود وتغيير أعضاء المحكمة. الاقتراح الأخير أن يتضمن النظام الداخلي نصا يكرس يفسد الحجية الملزمة للأحكام والقرار الصادر عن نص دستوري موجود. فإني نظرت استنتاجات والتوصيات مشاركة استنتاجات 10 استنتاج 50 15 خلي يكون 5 6 بس هم كذلك المقترحات خلي تكون عندك مقترحين أو 3 بس شنو أقربها الشرع يستفاد منها القارئ يستفاد منها. ومن أقرر بأن هذه الأحكام لا تقارن قيمة هذا الروحة وعن بنت الأولية الروحة أشوف الموضوع الجديد والحيوي والموضوع الحديث والحيوي عادة يعاني بعض مشاكل في كل الجوانب. لذلك أنا أحد أخواني أستاذ المشهور إنجاز هذا ناتجة لسلبي وشكرا لرئيس السيد رئيس الجلسة. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور شورش حسن عمر استاذ القانون الدستوري في المعهد العالمي للدراسات العليا على هذه المناقشه والملاحظات الدقيقه والمستفيضه، خاصه في الاشاره الى قرارات المحكمه الاتحاديه العليا. من الضروري جدا ان تاخذ الباحث بها
لكي تكون تلك القرارات أكثر رصانة وإشارة بالمواقف التي ترتئيها في أطروحتها. الآن يحين الدور للأستاذ